بقت بأرقام خزعبلية جدا في المحلات والمطاعم. النهاردة هنعمل البطاطس الفريسكس أو البطاطس الجمبري بطبقة خارجية كريسبي وطعمها يجنن. عندنا بقى بطاطس تكون مخصصة للتحمير، قشرناها كده وغسلناها كويس وجبتها وقطعتها طرنشات. أنا عايزة أقطعها صوابع وسط، يعني لا رفيعة ولا سميكة. انزلي بقى حطيها في بولة وانزلي عليها بمية سخنة لمدة 5 دقايق بالشكل ده. بولة بقى وهنحط فيها كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة من بهارات البطاطس، معلقة كركم، ملح وفلفل أسمر. قلبي بقى كل المكونات دي كويس. نص كوباية من المية الساقعة. أنا عايزة الخليط يكون أتقل من البانكيك شوية، لون غذائي أصفر أو بقى زعفران المتوفر عندك. كوباية بقى من الدقيق كده في بولة، وانزلي الأول في البطاطس بعد ما صفيناها كويس جدا، وحطيها بقى في الخليط اللي انت شايفاه ده. هتلاقيها متماسكة معاكي كده، زيت سخن وغزير. وانزلي بالبطاطس بتاعتك كده على نار متوسطة تاخد اللون الجولد الخطير ده. حطيها على شبكة كريسبي ومستوية من جوه. جربوها، ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.